مكان كده زي ما احنا شايفين هنا، دي القعده زي ما احنا قاعدين كده اهو. طبعا البحر اهو، الفيو بتاع. هقول لك احنا دلوقتي في مكان اسمه السيشل في الغردقه. هندخل نشوف بقى السيشل معلوماته ايه ومعلومات الدخول وكده والتذكره كام والتفاصيل اللي في المكان يعني. صباح الفل يا مستر حسن. صباح النور. تفاصيل سريعه كده للناس عشان نعرف المكان بيقدم ايه او المعلومات. تمام، السيشل في طريق فلفله. تمام. التيكت عندنا من تشارج 100 جنيه بتتخصم من سعر الاوردر. تمام، جوه الكافيه او المطعم. المكان انكلود بيتش وريستورانت. تمام. وكوفي شوب. تمام. بس ده والفيو بقى عامل ايه؟ لا، الفيو عندنا من اجمل الفيو. هنشوف دلوقتي، هنشوف الفيو عامل ايه دلوقتي. لا ان شاء الله هيعجبك. تمام. وبتقدم فطار شرقي وكده واورينتال والحاجات دي. الفطار عندنا مميز جدا، بيجي له كل الناس سواء كان اجنبي او مصري، بصراحه الكل بيشكر في الفطار عندنا. طب يا مسهل الحال، ربنا يسعد الجميع يا رب ان شاء الله ويفرح الناس كلها ان شاء الله. صباح الفل يا مستر حسن. واحنا كده في دخلة المكان اهوت في سيشل الغردقه طريق فلفله، واحنا لسه واقفين اهو، لسه ما قعدناش. ده الفيو اهو، مش عارف بقى هيبان، الشمس ممكن ما تكونش مبينه شويه. ادي المكان، بسم الله. احنا طبعا الصبح بدري الساعه 9. ده البحر طبعا زي ما انتم شايفين اهو، بتبقى قاعد والفيو كده. صباح الفل على الناس. نشرب قهوه بقى كده ونظبط الدنيا. وطبعا احنا في سيشل برضو، وصممت ان انا اخش بقى للاستاذ كريم الباريستا في المكان هنا عشان نشرب قهوه ونشوف الدنيا. تعالى يا مستر كريم بعد اذنك كده، اتفضل يا باشا. وطبعا هنا المكان اهو، الاستاذ كريم طبعا من اسكندريه طبعا، واحنا قلنا قبل كده اسكندريه ماريه وتربها زعفران. صباح الفل يا عم كريم. انا حبيت بس اصبح عليه الراجل المحترم ده، نشرب قهوه معاه بقى حلوه بقى كده. هتعمل لنا ايه يا كريم؟ اعمل لك اللي انت عايزه، قهوه، كابتشينو، لاتيه. طب الاسبريسو عندك ايه؟ الاسبريسو عندي برازيلي وعندي كلوب. سيرف وان بلند. حبيبي يا باشا. معانا الشيف عبده برضه. يا شيف عبده عامل ايه؟ لا، معانا عايز سندوتش كده. معانا في الباريستا برضه. في الباريستا شيف عبده. حبيبي يا باشا. ماشي يا عم عبده. احلى ناس واحلى مكان. المكان روحه حلوه جدا على فكره، والناس اللي شغاله فيه روحهم حلوه جدا، وانا والله ما كنتش متوقع كده يعني. الحمد لله. والمكان الفيو زي ما انتم شفتوا، المكان فيو جميل جدا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. ولما تيجوا هنا هتتبسطوا ان شاء الله باذن الله. وها نحن مستنيين شوت الاسبريسو بتاعنا، القهوه بتاعتنا الجميله، علشان كده نفوق نقول يا رب. هنا بقى المكان كده زي ما احنا شايفين هنا، دي القعده زي ما احنا قاعدين كده اهو. طبعا البحر اهو، الفيو بتاعنا البحر اهو. تمام. المكان ما شاء الله جميل والله. سيشل الغردقه اخر الشيراتون طريق فلفله. شوف لما تبقى قاعد كده والسمك تحتك. حد شايف السمك ده؟ مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، عشان انا بصور في الشمس ومش عارف بقى، مش الشاشه مش باينه معايا خالص ولابس النضاره. شايف السمك؟ اهو القهوه جت. حبيبي يا باشا. احنا بنهتم بالناس الحلوه دي عشان الناس دي حبايبنا، الناس دي حبايبنا بجد يعني. صباح الفل يا باشا. اهلا بيك يا باشا. صباح الفل يا حمو. ودي قهوتنا الاسبريسو مع البحر في سيشل الغردقه. في حاجه لو عملتها او سؤال لو سالته لنفسك، كل لما تيجي تعمل حاجه تساله لنفسك السؤال ده: هل اللي انا هعمله ده او اللي انا هقوله ده حرام ولا حلال؟ لو سالت نفسك السؤال ده قدام كل حاجه وقبل اي حاجه انت بتعملها، الموضوع هيفرق معاك جامد جدا. وطبعا انا عارف ان الموضوع ممكن يكون صعب شويه، لان الدنيا مليانه بالحاجات يعني، انك ممكن تلاقي نفسك ضعفت قدام حاجه او كده. بس صدقني لما بتعمل الموضوع ده كم مره وتسال نفسك السؤال ده كم مره قدام كل حاجه انت بتعملها، الموضوع بعد كده بيبقى سهل جدا يعني. وربنا يقويك ويقويني ويقوي الناس كلها على فعل الخير يا رب ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى جعل من كل حاجه حرام وقصادها حاجه حلال، يعني اي حاجه في الدنيا في منها الحرام وفي منها الحلال. اختار الحلال افضل، ما تختارش الحرام. انت كده كده هتعمل الحاجه، كده كده ربنا لو رايد لك حاجه هتعملها، بس اعملها حلال افضل. وصلوا على النبي بقى وما تنسوش